النهارده بقى بصوا هنعمل لكم عظمه 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 بجد، مفيش حد اكيد ما بيحبوش. عندنا بوري 4 سمكات بوري. الكميه طبعا على حسب ايه ما احنا عايزين. اقول لكم هنعمل ايه. هنعمل فسيخ، بس مش عايزه اقول لكم على ريحته وعلى طعمه وعلى جماله، بجد بجد تحفه تحفه. بصوا اول حاجه انا هشطفه، ولازم اشطفه وهو راسه لتحت مش لفوق، يعني الديل يبقى لفوق زي ما انتوا شايفين كده، والراس لتحت. ماشي. وهغسل الخياشيم كويس جدا جدا جدا، وانضفها من جوه كويس جدا بالميه زي ما انتوا شايفين كده. بصوا مش عايزه اقول لكم انضف 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 فسيخ هتاكلوه بجد، اللي انتوا هتعملوه في البيت بجد احلى من بتاع بره 100 مره، ومظبوط وملحه مظبوط وكل حاجه فيه مظبوطه، وما بياخدش وقت خالص، وارخص بكتير. طبعا انتوا عارفين بره الاسعار بقت عامله ازاي. بصوا زي ما انتوا شايفين كده، بغسل الخياشيم كويس جدا جدا جدا. تمام. واحطها كده ايه، هحطها اصفيها في الصينيه. وبعد كده هجيب بقى عندي ايه، برطمان، شفشق كبير، ايه احطهم فيه وهم راسهم لتحت. انا هعمل ايه، انا عن نفسي انا كنت بعملهم كده ايه على المغرب كده في الوقت دوت. انا هبيته لتاني يوم، ممكن تحطوه 5 6 ساعات تبيتوه لتاني يوم بيبقى افضل. آه بصوا زي ما انتوا شايفين كده، انا صفيت منه المية، وهجيب بقى ايه، هجيب عندي برطمانات ازاز. بس انا بعد كده لقيت البرطمان ضيق كده عليه ومش ما عجبنيش، فجبت شفشق كده كبير حطيته فيه. وبصوا راسه لتحت كده ليه بقى، عشان ينزل اي سوائل فيه، اي مية اي دم فيه ينزلها. دي اهم حاجة. وهبيته لتاني يوم زي ما بقول لكم. اهم حاجة يا جماعة ينزل اي حاجة فيه. بصوا انا بعد ما حطيتهم كده رحت حطاهم كلهم بقى مع بعض في قلب الشفشق دوت، وبيته لتاني يوم. بصوا زي ما انتوا شايفين اهو. اهم حاجة زي ما بقول لكم ان انتوا تصفوه كويس جدا جدا من اي دم فيه، وانتوا بتغسلوه ما تضغطوش خالص على بطنه، ملكوش علاقة ببطنه خالص. حتى واحنا بنعمله خلي بالكوا برضو ما نضغطش على بطنه خالص. بصوا انا هوريكم احنا هنعمله ايه كمان. بصوا شفتوا الدم اللي منزله، هنعمل له مساج قبل ما نحط عليه الملح والشطة بتاعتنا. هنعمل له مساج. بصوا هنضفه بالمنديل المطبخ كده، هنشف الخياشيم كويس جدا، وهنشفه هو كمان ايه كويس. بصوا المساج من عند السلسلة، ملكوش علاقة بالبطن خالص، من عند السلسلة مساج كده، علشان لما يطلع مزبت كده، ويبقى فاصل السلسلة عن اللحم بتاعه، بيبقى تحفة. هوريكم بعد ما استوى شكله عامل ازاي. بجد والله العظيم تحفة، والملح بتاعه مظبوط جدا، ما تكتروش الملح فيه. وفي نفس الوقت طبعا مش بنقلله، بس ما نكترش الملح عشان ما يطلعش حادق. بصوا المساج اللي احنا بنعمله من عند السلسلة كده من الظهر، علشان يطرى معانا كده ويزبد معانا ويطلع زي الزبدة. الخياشيم زي ما بقول لكم لازم ننضفها كويس جدا جدا جدا. طبعا انتوا عارفين اسعار الفسيخ بره بقت عامله ازاي، بجد بقت نار نار، يعني بقت حاجه صعبه جدا. فاحنا لما نجيبه ونعمله في البيت، اولا هو انضف 100 مره من اللي بره. ثانيا ارخص كمان، ارخص لي بكتير. بصوا عشان انا مصفياه، بصوا مش مطلع كتير ازاي الدم من الخياشيم، والخياشيم نضيفه وزي الفل. لما اغسلها تحت الحنفية انضف 100 مرة. هجيب بقى عندي ده كده نص كيس ملح، احط عليه معلقتين 3 شطة، واحط عليه معلقة كركم. تمام. زي ما انتوا شايفين كده هقلبهم كويس. بصوا هما شوية الملح قد ايه، مش كتار، شوية صغيرين. انا زودت، حسيت ان الشطة قليلة شوية، زودت معلقة شطة تاني. هجيب بقى كل واحدة، بصوا هحط في الخياشيم بتاعتها والبق، وهو هحط ايه، يعني هرش عليه رشة بسيطة كده زي ما انتوا شايفين كده، وهحطه في كيس او شنطة لوحده. كل واحدة هعمل فيها كده زي ما انتوا شايفين كده. بصوا انا ما برشش كتير، يعني عايزة اقول لكم يعني ممكن السمكية كلها على بعضها اخدت معلقة ايه، معلقة ملح، اللي هي المعلقة الكبيرة طبعا، معلقة ملح كبيرة. بصوا ترشي الخياشيم من الناحيتين، وتحطي في بقها، وترشي عليها بس كده ايه رشة بسيطة، ونحطها في قلب الكيس بتاعها. اهم حاجة بقى يا جماعة التغليف، نغلفها كويس جدا عشان ما يدخلهاش هواء خالص خالص، مش عايزين اي هواء يخش لها.
احنا في الجو اللي احنا فيه دوت، قولي مثلا حوالي 12 13 يوم. تمام. بصوا زي ما انتوا شايفين انا حاطه كل واحده في كيس لوحدها. اتبقوا شويه ملح صغيرين خالص، فرحت ايه رشاهم عليهم. بس عايزه اقول لكم برضو الملح طالع مظبوط جدا جدا. بصوا زي ما انتوا شايفين الشويه اللي انا واخداهم ما بين ايديا دول وبحطهم ما بين الخياشيم دول، هم دول بس، مش هنعمل اي حاجه تاني. تمام. هجيب بقى ايه، هجيب ستريتش راب. اوكي. وهغلف بيه كل سمكية لوحدها. انا بعمل كده. ممكن اوقات بحطهم في اكياس، 3 4 اكياس كل واحدة لوحدها كده، وبعد كده بجمعهم كلهم ايه في كيس واحد. وهحطهم بقى لو انا عندي علبة، يا ريت علب التخزين اللي هي اللي بغطا ديت تبقى احسن، لانها مش بتطلع ريحة خالص. بس انا ما كانتش عندي علبة كبيرة، فحطيتهم ايه في صينيه كده عادي، ورحت مدخلاهم الفرن او تحت المطبخ جوه المطبخ. بصوا زي ما انتوا شايفين كده انا غلفتهم كل واحده لوحدها، وبعد كده حطيتهم في الكيس اهو مع بعض، دخلتهم حطيتهم في كذا كيس. وبعد كده جبت ايه، ابصوا ستريتش ريب برضو، وهعمل ايه، هلفهم برضو لفه محترمه. اهم حاجه زي ما بقول لكم ما يدخلش اي هوا. عايزه اقول لكم انا الاول كنت بعمل ايه، كل ما انا كل يوم كده اروح مقلباه على جنب، كل يوم اروح مقلباه على جنب. انا المره دي ما قلبتوش ولا عملت والله، سبته ولا عملت فيه اي حاجه. حطيته في الصينيه ورحت ايه، ورحت شايلاه 12 13 يوم، ورحت ايه فاتحه عليه زي ما انتوا شايفين اهو. هنفتح بقى عليه. بصوا والله العظيم هو ده اللي انا عاملاه قدامكم، هتشوفوا شكله عامل ازاي. وطعمه بقى يعني انا كان نفسي تدوقوا طعمه رائع، بس جربوه بجد ما بيفشلش خالص خالص. عملته بنفس الطريقه ديت ما فيهوش اي نسبه فشل خالص. الريحة بتاعته بتبقى تحفة، الطعم بتاعه جميل مزبد وتحفة. عايزين تسيبوه 15 يوم، سيبوه 15 يوم، لان احنا كل لما بنخش في الشتاء بياخد ايه وقت اطول شوية. في الصيف هم 10 ايام، لكن في الجو الشتوي لما الجو بيبقى متلج كده، انا لما عملته كان الجو لسه ما تلجش قوي كده، خد 12 يوم. لكن احنا في الجو وهو برد شوية كده ياخد اسبوعين. بصوا بقى زي ما انتوا شايفين، بصوا انا بمسكه، بصوا عامل ازاي، بصوا الزبده ازاي، بصوا اللحم بتاعه احمر فظيع بجد يا جماعه. لازم والله تجربوه، اللحم بتاعه خطير خطير. يا ريت بقى كمان لو تعرفوا تجيبوا السمكيه تكون اكبر من كده شويه. مش عايزه اقول لكم بتبقى رائعه، بس للاسف هو ده الحجم اللي انا لقيته لما جيت اشتري. جربوه بقى، لازم تقولوا لي رايكم فيه ايه. تعملوا لايك وتعملوا شير، واللي مش مشترك في قناه يوميات بطوط يشترك كمان فيها، ويبعتها بقى كمان لاصحابه. بجد هتستفادوا منها جدا. آه مش عارفه اقول لكم، بصوا انا كل اللي كنت باخده دوت وبطلعه بوريه لكم كنت باكله بجد، مش ما كنتش قادره اصبر عليه. بجد طعمه حلو قوي قوي قوي. هستنى بقى الكومنتات بتاعتكم، يا ريت تشجيع كده حلو يعني كده، عشان الناس اللي بتقعد تتفرج وبعد كده تروح فاصله الفيديو وخلاص على كده ملناش دعوه. لايك وشير، واللي مش مشترك في القناه زي ما بقول لكم يشترك فيها. يلا جربوه بقى وقولوا لي ايه، قولوا لي رايكم ايه. انا متاكده ان هو هيعجبكم جدا جدا جدا. باي باي.